اذا سولتك واش كاينه شي حاجه كتمناها في حياتك غالبا غتجاوبني كاينين، ماشي وحده ماشي جوج، بزاف. شي حاجه اللي طبيعيه، حيت شنو هو الانسان اذا ما كانش كيبغي اكثر؟ ولكن المشكله هي فاش كتولي تبغي حوايج ما عندكش وكتنسى شنو عندك، كتخيل راسك محروم في حين راه عندك غير رغبه في حوايج اخرين. وهاد الرغبه بالنسبه ليا كتجي على جوج اوجه. الاول واللي هو خايب هو الطمع، والثاني هو الطموح بايمان. داكشي علاش ضروري خصك تعرف شنو الوجه اللي عندك. اذا كنتي طماع فراه غالبا غتخسر حياتك واخرتك، والعكس اذا كنتي طموح وقريب الله تعالى بايمانك غتربحهم ان شاء الله بجوج. فاذا بغيتي تعرف تكون طموح وتجنب الطمع اللي ما نافع والو، تبع معايا ان شاء الله نستافدوا جميع. قبل ما نبداو ادعوكم الى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. معكم خوكم تريكي، انسان كيطرح بزاف د الاسئله في الحياه وكيحاول يفهمهم، ربما يلقى جواب ينور به راسو، وان شاء الله لقى النور في راسكم حتى نتوما. فاذا عجبك الشيء اللي كندير ما تبقاش عليا بشي فولو وارتاح مع راسك، انتظر داركم. الاحلام زوينين، كيخليوك تحس براسك عايش وباللي عندك شي حاجه كتخليك تنوض كل صباح ودير اي مجهود مطلوب منك. واخا كل واحد فينا كيشوف ولا كيحدد الاحلام ديالو بطريقه مختلفه، الا ان نقدروا نقولوا باللي كاملين عندنا واحد الرؤيه نهائيه لهم، كنشوفوهم على اساس وسيله لاكتشاف فرص في الحياه، فرص يخليونا نحسنوا من ذواتنا وظروفنا ونوصلوا لبلايص عمرنا تصورنا نوصلوا ليهم. وهنا عندك الحق تحلم شحال ما بغيتي، مادام الله تعالى انعم عليك بعقل كيتخيل ويحلم باش يحسن من راسو ومن ظروفك. المشكل هو فاش كيوليو هاد الاحلام كيطفيو لك عقلك وكيغمضوا لك عينيك على شنو عندك والنعم اللي عطاك مولاك. كتولي تحلم ولكن بالطمع، لانه انت ما قانعش بداك الشيء اللي بغيتي. واخا كاع تحقق احلامك غالبا غتبغي اكثر، الشيء اللي غادي يخليك تقدر دير حوايج اللي انت عارفهم حرام، ولا حوايج اللي انت عارفهم ما يخرجوا عليك واللي ما مزيانينش. والنتيجه ديال هادشي في غالب الاحيان هي انك تخرج على راسك، على دينك والناس اللي دارين بك. وباش تزيد تفهم شنو الطمع يقدر يجلك في حياتك، خليني نعاودك القصه ديال بيرني مايدوف. بيرني كان واحد السيد بحالي بحالك، عنده حلم واضح بالنسبه ليه، اللي هو ينجح ويتعرف كمستثمر في وول ستريت ويبني مشروع مربح ومعقول. فبدا الخدمه على الحلم ديالو بتاسيس شركه ديال الاستثمار، والفلوس باش ياسسها جمعهم من بعد ما كان خدام مترناجور وانستراتور ديال الشاشات الماء، وواحد السلف ايضا من عند النسيب ديالو اللي غيعاونوا بزاف من بعد باش يصيفط ليه كليان جداد. وغنختصر عليك الطريق، خونا نجح ليه المشروع ديالو من بعد ما تاقوا فيه بزاف د المستثمرين، وولا مشهور بزاف، كلشي ولا بغى يولي كليان ديالو. هذا النجاح وهاد الثقه خلاوه يولي رئيس ديال ناسداك، من اكبر البورصات في الامريكان وفي العالم. حلم تحقق، وما احلى لقصص بحال هكا، قصص النجاح اللي كيلهموك تخدم على راسك. ولكن هادشي كله ما كانش كافي. من بعد سنين ديال النجاح، واحد النهار غيبداو القرارات ديالو ما يكونوش هما هادوك، وغيبداو الاستثمارات اللي كيدير ما يبقاوش يدخلوا الفلوس، ولكن عوض ما يعترف باللي غلط ويعاود يراجع الاستراتيجيات ديالو، صاحبنا كمل في داكشي اللي كيدير، بقى كيكذب على الناس ويقول لهم باللي فلوسهم غاديه وكتزاد. وباش يخبي هاد الكذبه، كان كل ما جا مستثمر جديد كيستعمل الفلوس ديالو كياخذهم باش يخلص الناس القدام، الشيء اللي خلى الكليان ديالو يسحب لهم باللي المشروع ديالو باقي مربح، واللي خلى الثقه تزاد فيه. كتسحب ليه هادشي غيفوت، والاستثمارات غيرجعوا يربحوا فاش المارشي رجع يطلع. بقى بحال هكا سنين فلوس جداد كيخلص بهم الناس القدام، وبالرغم من المطار الفاحش اللي كان عايش فيه كان مضغوط ومستريسي بزاف، لانه عارف باللي كيدير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. 2008 وقعت أزمة مالية في العالم كامل، البورصة طاحت والاستثمارات قلالت والناس بغات فلوسها. هنا عرف باللي صافي وصل الاخر ديال الطريق، ما بقاوش مستثمرين جداد، ما عندوش باش يخلص الناس اللي معاه، وكاع الكليان ديالو بداو كيخرجوا فلوسهم. غيعترف من بعد لولادو باللي ما بقاوش عنده فلوس وباللي كان كيكذب على الناس شحال هذا. FBI غيبداو معاه ابحاث، ومن بعد غيثبتوا عليه كاع الجرائم اللي دار من خلال اكبر بونزي سكيم اللي تعتبرت من اكبر العمليات النصب في التاريخ. يونيو 2009 تحكم عليه ب 150 عام ديال الحبس، اللي مات فيه في 2021 عن عمر 82 عام. خرج على راسو، على عائلته، وعلى كاع داكشي اللي بنا. من انسان عنده حلم خدم عليه، وفاش كان يقدر يوقف، الطمع والخوف خلاوه يزيد يبغي اكثر ويخاف يخسر كل شيء. عاش بلا قناعه وبلا ايمان اللي خلاه يخسر كل شيء. ولكن بيرني ما كانش عنده واحد الميزه اللي عندي وعندك، واللي هي الاسلام. والاسلام كيعلمنا ديما نحافظوا على الايمان ديالنا ونزيدوا نقويوه في كاع الظروف. وهنا غنهضروا على النوع الثاني اللي هو الطموح. والطموح الحقيقي هو اللي كيكون معاه ايمان بالله تعالى.
ايمان كيخليك تعبد رب الاسباب ماشي الاسباب. في هذه الحاله الاحلام كيوليو وسيله باش تقوي دينك وايمانك وتقرب بها من مولاك. بمعنى كتحلم مثلا حتى انت تنجح في الحياه، الايمان غيخليك اولا تخلي افكارك واضحه وتحط راسك اسس للخطه ديالك، ومن بين هاد الاسس هي ان هاد النجاح بغيتيه يكون في شي حاجه كترضي الله تعالى، باش اذا حققتيه ووصلتي شنو بغيتي غتربح ان شاء الله الدنيا والاخره. واذا نجحتي فيه عمرك غتنسى مولاك وشنو امرك ديرو من صلاه وزكاه وصدقه وكاع الخير والاعمال الصالحه اللي غدير. نفس الحاجه اذا قدر الله ما نجحتيش، الشيء اللي غيخليك غالبا تحبط شويه وتحزن، حاجه اللي عاديه صراحه لانك انسان. هنا الايمان ديالك بالله تعالى غيخرجك من هذه الحاله ويخفف عليك هذه المحنه، غيفكرك باللي راه عندك رب كيقدر داكشي اللي انت ما عندكش في بالك، وباللي اي حاجه وقعت فيها خير ان شاء الله. ومن بعد ما تفكر هذا الشيء غترجع التحفيز والانضباط اللي كان عندك، وغتفكر علاش بديتي في الاول وعلاش اصلا كدير هذا الشيء. واخا ما تنجحش راك ضروري تعلمتي شي حاجه من هذا الفشل اللي غالبا غتنفعك في اي حاجه تقدر تبداها من بعد. وايضا الصبر اللي صبرتي، التوكل، اعمالك الصالحه غادي يجازيك عليهم الله تعالى ان شاء الله. فبخلاصه ما غتكونش افعالك وردود افعالك نابعه من طمع في الفلوس ولا الحياه، بل من ايمان بالله تعالى وانك كتمنى النجاح في اخرتك من خلال شنو غدير في دنياك، حيت الدنيا ما هي الا وسيله كنوجدوا بها لاخرتنا. أخي أختي، الإيمان بالله تعالى هو الساس ديال حياتك، والنجاح الحقيقي كيجي من جعل الدنيا وسيلة للآخرة وماشي غاية في حد ذاتها. داكشي علاش فاش كترافقوا مع الطموح كيحميك أنك تنحرف على طريق مولاك وتنسى النعم اللي عطاك، كيعلمك أيضا تبقى قوي في كاع الظروف، وكيخليك تزيد تستمر لأنه كل شيء من عند مولاك فيه خير. أما الطمع والخوف ما يمكن لهم إلا يدمروا حياتك، والطموح مع إيمان كيعلمك تحلم وتربط أحلامك بالله تعالى وبالطاعة ديالو باش عمرك تنسى بشنو أنعم عليك مولاك. فتعلم تقنع وترضى وتشكر الله تعالى على شنو نعم عليك، حيت التركيز على شنو عندك بدل الشيء اللي ناقصك كيجيب لك واحد السكينة ما كتصورش. داكشي علاش استمتع بحياتك وعيشها لمولاك، وعرف باللي الوقت والنعم اللي عندك دابا كاين اللي كيتمناهم. ما تنساش انت فاش فقتي هذا الصباح كاين اللي نعس وما عاودش فاق، وانت كتاكل ولو طرف د الخبز كاين اللي ما لقاش، وانت كتدمر على خدمتك اللي ما عجبكش كاين اللي كيقلب عليها بالريق الناشف. فاحمد الله تعالى وشكره على النعم اللي عندك دابا، كاين اللي كيتمنى غير شويه منها، وعيش حياه هدفك فيها هو ارضاء مولاك. كان معكم خوكم، وما تنساوش في الحياه خاصك تكون تريكي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.